بيتي اتحول لرماد قدام عيني. 3 رجالة ملثمين هربوا في عربية سودا، وساعتها عرفت إن حياتي كعالم في الحضارات القديمة انتهت خلاص. أنا ماركوس، من ساعات قليلة بس كنت شخص طبيعي بدي محاضرات، عايش بهدوء في بورتلاند. دلوقتي أنا حافي بجري في غابات شمال غرب المحيط الهادي، ومتأكد إنهم لسه ورايا. اللي حصل بدأ من 3 أسابيع لما جالي طرد غريب جواه قطعة فخار عليها نقوش مش شبه أي حضارة معروفة، ومعاها ورقة مكتوب فيها بروفيسور تشين كان يعرف أكتر من اللازم وإنت كمان. تشين كان أستاذي، مات في حادثة عربية الشهر اللي فات، بس دلوقتي أنا متأكد الحادثة دي ما كانتش صدفة. الفروع كانت بتخربش دراعي وأنا بجري بجنون وسط الغابة، يمكن 2 جري من غير توقف، وفجأة سمعت صوت غريب، مش خطوات، مش مطاردة، لأ، كان زي همس موسيقى جاي من كل اتجاه في نفس اللحظة. وقفت أتنفس بصعوبة وأسندت على جذع شجرة ضخمة واقع، وساعتها شفت حاجة عمري ما تخيلت أشوفها. من قلب الضلمة طلعت قدامي مش إنسان عادي، كأن النباتات نفسها اتجمعت واتشكلت علشان تبني جسمها. جلدها بيلمع باللون الأخضر بيمتص ضوء القمر، ملامحها أنثوية لكن مختلف عن أي بشر شفتهم في حياتي. عينيها كانت خضر غامقة، نظرتها منومة وذكية لدرجة جمدت الدم في عروقي. بصوت ناعم عامل زي الريح وسط ورق الشجر قالت لي المفروض ما تكونش هنا. كانت بتتكلم إنجليزي بطلاقة لكن بلكنة غريبة معرفتش أحددها. حاولت أرد رغم إن صوتي كان بيرتعش، قلت لها ولا انت كمان؟ مالت راسها، وساعتها لحظة بروزات صغيرة في جبهتها، أذنها الممدودة لفوق. ردت عليا أنا اللي المفروض أكون هنا. الغابة دي بيتي من آلاف السنين، قبل ما جنسك يمشي على رجليه حتى. قبل ما ألحق أسألها سمعت صوت مواتير بيقرب، اللي بيطاردوني لقوني. المخلوقة انتبهت فورا وقالت هم جايين علشاني بس كمان علشانك. مدت ايدها وفجأة النباتات حوالينا اتحركت وعملت جدار طبيعي خبانة وغطانة. سألتها مذهول ازاي بتقدري تعملي كده؟ شرحت لي ان قطعة الفخار اللي في جيبي هي السبب، هي اللي بتغيرني وبتطلع إشارة يقدروا يتتبعوها، وهي كمان حست بيها من بعيد. أصوات المواتير كانت بتقرب أكتر وأكتر. فجأة مسكت دراعي، إيديها كانت باردة بشكل غريب، لكن أول ما لمستني حسيت بتيار كهرباء بيجري في جسمي كله، وفي لحظة بقينا نجري سوا بسرعة خيالية، ورجلي بتتحرك كأن ليها حياة خاصة بيها. واحنا بنجري حسيت ان جسمي مش جسمي، برجلي بنط فوق الصخور وجذوع الشجر بخف عمري ما عرفتها قبل كده. وهي جنبي بدأت تحكي لي الحقيقة الصادمة. أستاذك تشين ما ماتش في حادثة زي ما افتكرت، هو لقى واحدة من القطع دي من سنين، والرجالة اللي بيطاردوك دلوقتي دول بيجمعوا القطع الأثرية القديمة دي وبيخلصوا على أي حد يقف في سكتهم. سألتها بسرعة يعني في كام قطعة بالظبط؟ ردت 12. تشين كان معاه 3 وانت معاك 1. فجأة وقفت وبصت لي بنظرة غريبة وقالت حاجة جمدتني في مكاني. أنا نفسي كنت واحدة من القطعة دي. وقفنا في ساحة فاضية وسط الغابة، وأنا عقلي مش قادر يستوعب إزاي مخلوق قدامي يبقى قطعة أثرية. بصت لي بعينيها الخضرة اللمعة وبدأت تحكي لي قصة غيرت كل اللي كنت أعرفه عن العالم. من آلاف السنين كان في حضارة متقدمة جدا قبل المصريين، قبل أي ثقافة بشرية معروفة. الحضارة دي صنعت 12 قطعة خاصة، كل واحدة فيهم عندها قوة مختلفة. القطع دي مش مجرد أثار، لا، دي كانت شظايا من المعرفة النقية، طاقة مركزة، واللي يمتلك قطعة بياخد قدرات خارقة. القطعة اللي معايا أنا مثلا بتديني سرعة وقوة وحساسية ما كانتش عندي قبل كده. القطعة اللي معايا ما كانتش مجرد أثر، كانت بتغيرني، بتديني سرعة مش طبيعية، قوة زيادة وحساسية، حس بيها حاجات عمري ما شعرت بيها قبل كده. بس للأسف القطعة دي كمان بتطلع إشارة ناس معينة بس يقدروا يلقطوها، وده السبب إنهم بيتعاقبوني. وقتها حكيت لي عن المنظمة اللي بتطاردني، منظمة سرية موجودة من قرون، شغلتها تصطاد القطع الأثرية دي. ليه؟ لأن الأسطورة بتقول إن اللي يجمع ال 12 قطعة كلها هيمتلك قوة لا يمكن تخيلها، يسيطر على طبيعة، يقرأ العقول، بل يوصل لمرحلة يغير فيها الواقع نفسه. أستاذي تشين كان لقى 3 قطع في حفرياته، وده اللي خلى المنظمة تتخلص منه. دلوقتي أنا معايا 1، يعني أنا الهدف اللي بعده. لكن كان لسه في حاجة أعجب. سألتها إزاي أصلا شخص ممكن يكون قطعة، وهنا اعترفت لي هي مش بشرية من الأساس، هي نفسها كانت القطعة رقم 7. قطعة اندمجت من آلاف السنين مع حارسها القديم، شعبها كله كان مكلف يحمي القطعة الأثرية، لكن مع الوقت المنظمة اصطادتهم واحد ورا التاني، علشان كده فضلت مستخبية القرون. فجأة سمعنا أصوات قريبة، الرجالة سابوا العربيات وبدأوا يفتشوا
يمشوا الغابة على رجليهم. مسكت إيدي وبهمس مرعب قالت لي زعيم الصيادين جاي بنفسه. الصيادين ما كانوش جايين لوحدهم، زعيمهم معاهم ومعاه 3 قطع كاملة. فجأة نور غريب غطى المكان وطلع من بين الشجر راجل طويل، عينيه بتلمع بوهج أزرق مش طبيعي، في إيده عصاية معمولة من نفس الحجر اللي متصنعة منه القطعة بتاعتي. سارن زقتني على جنب في آخر لحظة موجه طاقة خرجت من العصاية وشقت الشجرة اللي كنت واقف جنبها نصين. الراجل ابتسم وقال بصوت رخيم كأنه جاي من بعيد أخيرا لقيته، جه وقتي أجمع كل القطع. سارن صرخت باسمي وشاورت على اتجاه الشمال. من غير ما أفكر جريت. الغابة كلها بدأت تهتز ورانا، الشجر بيتكسر زي أعواد كبريت، الأرض نفسها بتتشقق كل ما الراجل يخبط العصاية في الأرض. جرينا بأقصى سرعة لحد ما وصلتني الكهف مستخبي ورا شلال. دخلنا جوه وصوت المية العالي غطى على أنفاسنا المتقطعة. في ظلمة الكهف كنا لازقين في بعض، قلبي بيدق بسرعة زي قلبها بالظبط. جلدها الأخضر كان بيلمع بهدوء وكان هو النور الوحيد اللي منور المكان. وهي لازقة جنبي في الكهف همست لي لازم نفضل ساكتين لحد ما الزعيم يمشي. شفايفها كانت قريبة من ودني لدرجة حسيت بدفى أنفاسها. لأول مرة من ساعة ما الكابوس ده بدأ خدت بالي قد إيه هي جميلة. نطقت اسمي وحطت إيدها على صدري، لمستها نشرت دفى غريب في جسمي كله. عينينا اتقابلوا وكان في حاجة في نظرتها، حاجة بتطمني وتخوفني في نفس الوقت. من غير تفكير رفعت ايدي ولمست وشها. جلدها كان ناعم ودافي مش بارد زي ما كنت فاكر. كنا بنقرب من بعض أكتر وأكتر وفجأة مية الشلال وقف. الصمت كان مرعب. بعد لحظة صوت رخيم رن جوه الكهف: اطلعوا بالذوق وهسيبكوا تعيشوا، أنا بس عايز القطع. الزعيم لقانا وساعتها ما كانش في مهرب. سارن بصت لي بعزيمة وقالت همس: عندي خطة، ثق فيا. مهما حصل. خرجنا من الكهف وإيدينا مرفوعة. الراجل الطويل كان مستنينا بابتسامة باردة. من قريب شفت جلده مليان علامات غريبة زي ندب بتلمع باللون الأزرق. طلب مني أسلم القطع. طلعت حتة الفخار من جيبي ونورها زاد بشكل عنيف. عصاية الزعيم ردت بنفس النور، بس قبل ما ألحق أتحرك سارن تقدمت خطوة وقالت له بصوت ثابت: أنا عندي عرض تاني، خدني أنا بدل القطع. فجأة الراجل ضحك وقال لنا إنه مش مجرد صياد، لأ ده آخر سليل للحضارة الأصلية. عيلته هي اللي صنعت القطع ودلوقتي عايز يسترجع حقه. والأغرب إنه حكى إن أستاذي تشين كان شريكه لسنين طويلة، مش ضحية زي ما كنت فاكر. الخيانة دي صدمتني. أنا وسارن في نفس اللحظة مد إيده ناحيتي يطلب القطعة، لكن قبل ما ألحق أتحرك سيرنا صرخت باسمي وحدفت لي قطعة تانية كانت مخبياها. أول ما لمستها جسمي اتفجر بطاقة عمري ما حسيتها قبل كده. قدرت أشوف الغابة كلها كأنها بتتنفس، كل نبضة كل حركة واضحة قدامي. الزعيم اتوتر وقال إن قطعتين مع بعض خطر، بس أنا حسيت إني عايش لأول مرة. رفع عصايته يهجم لكني كنت أسرع. مديت إيدي وموجة من القوة النقية ضربته ورمته لورا. وقع على ركبته والدم على بقه وصرخ إن الصيادين التانيين جايين. بس ساعتها سيرنا حطت إيدها على إيدي، قوانا اندمجت والعلامات اللي على جسمه بدأت تختفي. القطعة اللي كان مدمج بيها اتفصلت عنه ورجع إنسان عادي خائف. قلت له امشي، ولو رجعت مش هكون كريم المرة الجاية. وبالفعل جري وسط الشجر زي أي بني آدم عادي. الغابة سكتت، هدوء مريح لأول مرة من بداية الكابوس. سارنا قربت لمست وشي وقالت إنها لأول مرة من قرون مش لوحدها تحت ضوء القمر. قبلتها وكان الإحساس كأني لقيت موسي التاني. سألتها إحنا هنعمل إيه دلوقتي؟ ابتسمت وقالت معانا 4 قطع، لازم نحمي الباقي، مش نجمعهم، نحميهم. بصيت ناحية بيتي اللي كان مجرد ذكرى دلوقتي وحسيت إن حياتي القديمة انتهت. مسكت إيدها وقلت هنواجههم سوا وانتوا استنوا اللي جاي، لأن اللي شفتوه دلوقتي مجرد البداية. سلام.